لا، احنا ملناش غير ربنا، نقرب له في الرخاء ونقرب له في الشدة. واللي بيقرب لربنا في الشدة بس من حقه انه يروح لربنا في الشدة بس، ولكن ربنا وصاه لما الشدة تزول خليك معايا. يعني اللي ما بيصليش غير في اوقات الامتحانات، واحد يقول له انت مش صادق مع ربنا، ما بتلجأش لربنا الا لما تكون مزنوق. مش غير ربنا سبحانه وتعالى. بدل ما الجأ لحاجة تانية هلجأ لربنا اللي ماليش غيره. انا وحش ومقصر وهلجأ لربنا في الزنقة بس. اقول لك انا بقى يا سيدي، لما تلجأ لربنا في الزنقة بس ويفكها عليك، وفي الشدة ويفرجها عليك، حرام عليك انت نفسك تبعد عنه. ربنا بيقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، الشدة جت اهي، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم منها إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ده الحرام، إن بعد ما ربنا ينجيك من الشدة تروح تعصيه بنعمته اللي نجاك بيها. فكنت متضايق ان معكش فلوس، بعت لك الفلوس بقت تسهر وتشرب وتعمل وتأذي بفلوسك، بعد ما كنت بتدعي يا رب نجيني من الفقر. نجاك من المرض رحت افتريت على خلق الله بصحتك. ده اللي حرام قوي، انه لما يكرمك تستخدم نعمته في اذية خلق الله او اذية نفسك. فلما نجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. انت بتعمل في نفسك، انت بتأذي نفسك. محدش بيأذي ربنا، احنا بنأذي نفسنا لما بنبعد عنه. فالجأ له في الشدة بس بكمل معاه بعد كده، لانه كريم وانت تستاهل تبقى مع ربنا.